مساء الخير على الجميع، ويا رب الكل يكون بألف خير وصحة وسعادة. فيديو جديد أتمنى من الله أن ينال رضاكم وإعجابكم. واضح للمرة الألف وبعدها لك تاني أو للمرة المليون، بأؤكد لك إن مدى تأثير وصدمة انتقال أحمد السيد زيزو من نادي الزمالك للنادي الأهلي مستمرة معانا لفترات طويلة. مش بقول لك يوم أو شهر أو سنة أو سنتين، لا ده أنا بقول لك سنين طويلة، ومش هبالغ لو أقول لك لو وصلت لعقد أو أكثر من الوقت. طيب ايه اللي حصل؟ ايه اللي عمله زيزو؟ زيزو عنده ماتش ودي اليوم مع النادي الاهلي. هل زيزو خرج من المعسكر عمل مشكله ورجع؟ اقول لك لا، المشكله مش في زيزو نفسه. شفت المثل اللي بيقول لك ان غاب جسمه كفايه اسمه؟ هو ده اللي ينطبق حرفيا على الواقعه اللي حصلت النهارده. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل سيدي الفاضل بكل بساطه ان في شاب اسمه زياد عامل فرحه في فندق شهير. بالمصادفه الفندق ده بيقيم فيه بعثه نادي الزمالك لكره القدم. طيب بعض من اصحاب العريس لما الله اعلم، ما عنديش المعلومه، هل لما شافوا لعيبه نادي الزمالك او الهتاف كان قبل ما لعيبه نادي الزمالك يخش الفندق اصلا، الا بعض من اصحاب العريس او المدعوين لحضور الفرح هتفوا اوليه 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 زيزو زيزو. طبعا احنا عارفين او جرى العرف او السائد بينا كبيئه مصريه ان اي حد اسمه زياد عبد العزيز عزوز طبعا بنقول له ايه، يا زوز يا زيزو. الاسم الدلع بتاعه ده شيء عادي جدا. ف الله اعلم هل مقصوده ان هم لما شافوا لعيبه نادي الزمالك او الهتاف كان مستمر من قبل ما يجوا، ولكن لما هتفوا الهتاف ده كان اول اللي سمع الهتاف ده او اول اللعيبه اللي كانت داخله الفندق الكابتن عبد الله السعيد. لما سمع الهتاف ده ما دخلش الفندق واستدعى جون ادوارد اللي بدوره جه وكلم ناس مسؤوله في الفندق او مدير الفندق او حد مسؤول في الفندق وقال له لازم الهتافات دي تتوقف، واحنا مش هنخش الا لما الهتافات دي تتوقف. ايه اللي بيحصل ده؟ فمسؤول الفندق وضح له ان العريس اسمه زياد، وده شيء طبيعي ان هم اصحابه بيدلعوه بيقولوا له زيزو زيزو، فده شيء عادي جدا. فالاستاذ جون ادوارد مشكور طلب منه ان هو يشوف اقامه بطاقه العريس ويتاكد هل اسمه زياد ولا لا. فما كان من المسؤول الفندق وراله الجست بوك بتاع الفرح وقال له اتفضل يا فندم. والراجل بدل ما شاف زيزو واحده شاف 500 زيزو، ان طبعا كله بيكتب مبروك يا زيزو مبروك يا زوز. فوراله ان فعلا ان العريس اسمه زياد، وان ده شيء طبيعي. ان هم هل كانوا قاصدين او مش قاصدين؟ ايه العلاقه؟ انت مالك؟ انت مالك؟ ناس بيهتفوا يا عم، دول اهلاويه جايين يحضروا الفرح وبيهتفوا اللاعب عندهم، انت ايه اللي يضايقك؟ خش مكان اقامتك وخلاص. هل هم اعتدوا عليك؟ هل هم شتموك؟ هل هم اعتدوا عليك بالفاظ نابيه او اساءوا اليك او سبوك بالفاظ خارجه؟ لا انت مالك يا عم؟ ناس بتهتف. هو اسم زيزو كمان هيبقى مشكله؟ يعني خلصنا من مشكله اللاعب نفسه، الاسم كمان هيبقى مشكله؟ استقيموا يا جماعه. وكنت عايز تشوف بطاقته ولا انت مين يا عم عشان تشوف بطاقته؟ ما الجمهور يقول اللي هو عايزه. هو في حد او لاعب او اداري او حد بيعادي جمهور؟ مفيش الكلام ده يا جماعه. اعقلوا شويه الله يكرمكم، اعقلوا شويه. الامور ما توصلش لكده. احنا عارفين التاثير والصدمه شديد جدا، انا عارف، بس مش للدرجه دي. كابتن عبد الله السعيد ابو الانتماء طبعا. الراجل ده ما بيفكرش في الفلوس، الراجل ده انتمائه للزمالك من صغره. شفناه في كذا برنامج طلع قال لك انا انتمائي ايه. كابتن عبد الله ما تسالوش على الانتماء، ده استاذ الانتماء الاول. ده عمره ما بيحب الماده ولا بيجري ورا الماده، ملوش علاقه خالص نهائيا، ده انتماء. فهو عمل ازمه، كابتن عبد الله السعيد عمل ازمه من غير لازمه، ويعني الامور انتهت وعادي جدا. شيء طبيعي جدا ان ده يحصل، ان حتى لو هم قاصدين يقولوها كده نكاية واستفزاز لعيبه الزمالك، انت امشي عادي. ما انت بتروح افريقيا وبتشوف كل الفرق بتستفزك وكل الفرق بتعمل كده، سواء اهلي او زمالك او اي حد بيلعب في افريقيا. بتروح الملعب لازم امال هيقابلك بالورود يعني مثلا؟ ما هو لازم يقول لك كلام يخرجك بره الماتش، يخرجك بره تركيزك، ده عادي ومتعارف عليه. ولكن هم عملوا ازمه من غير لازمه، ولكن الازمه انتهت ومفيش اي حاجه خالص. ولكن واضح ان اسم زيزو بقى تريد مارك للقمص والزعل والتنطيط عند نادي الزمالك او جماهير نادي الزمالك او بعض جماهير نادي الزمالك.
نروح للموضوع الثاني، المصيبه الكبرى او الطامه الكبرى اللي انا لو ثبتت صحتها يعني تبقى مشكله كبيره جدا في نادي الزمالك. شفنا طبيب نادي الزمالك الدكتور محمد اسامه طلع وقال تصريحات انا بعتبرها تصريحات كارثيه. بيقول لك ان معظم الصفقات اللي بتيجي نادي الزمالك ما بيوقعش الكشف الطبي عليها داخل نادي الزمالك، وانما بيكتفوا بالتقرير الطبي اللي جايبه الوكيل او الصادر من النادي اللي بيلعب فيه، النادي السابق اللي كان بيلعب فيه، وما بيوقعش الكشف الطبي عليه. وذكر امثله لناس ما عملتش الكشف الطبي وبس 2 أو 3 هم اللي عملوا الكشف الطبي من الصفقات اللي فاتت اللي هو كان وهو موجود. فما بالك هو مش موجود دلوقتي، ايه اللي بيحصل وايه اللي حصل الله اعلم. بس ده تصريح ينم عن ان فيه عدم وعي شديد من مجلس اداره نادي الزمالك بالاجراءات اللي يحفظوا بيها حقوقهم. لا قدر الله افرض اللاعب ده عنده حاجه، عنده اصابه مزمنه، اللاعب ده عنده مشاكل سواء في عضو معين من اعضاء جسمه، لازم توقع الكشف الطبي عليه بمعرفه رئيس الجهاز الطبي او بمعرفه طبيب الفريق. ما ينفعش كده تسيبها سايبه. ولكن الله اعلم الكلام اتقال من مسؤول سابق في نادي الزمالك، وراجل كان المسؤول عن الملف ده هو الطبيب وهو المنوط ان هو يعمل كل ده، ولكن الله اعلم بمدى صدقه او صحته. ولكن الدكتور محمد اسامه راجل مشهود له بالاحترام والكفاءه، واعتقد ان هو مسؤول عن التصريح ده، وان التصريح ده صادق بنسبه 100%. نيجي للخبر الثالث معانا النهارده، وهي سيطره نجوم النادي الاهلي على جوائز دير جيست. طبعا شفنا بسم الله ما شاء الله الواد ايمان كان راح بقفه كده مليانه جوائز، وشفنا النظرات الثلاثيه بين تايج وحسام عبد المجيد وامام عاشور، وكل طبعا اتفسرت في ثانيه بسم الله ما شاء الله عن نظره بنتايج لامام عاشور. احنا فسرناها ونادي الزمالك فسرها والجماهير فسرت، كله بسم الله ما شاء الله فسرها على هواه. يقول لك خلاص قربوا يبقوا مع بعض، اللي يقول لك عن نظره بنتايج بيقول له ما فيش مكان فاضي عندكم الكلام ده. ولكن محبوب بنتايج لاعب هايل جدا، انا على المستوى الشخصي معجب بيه جدا جدا، لاعب هايل. حسام عبد المجيد لاعب ملتزم جدا، واكاد اقول لك ان هو من افضل المدافعين في الدوري ان لم يكن افضلهم في الوقت الحالي. ولكن سيطرة أهلاوية لإمام عاشور، استحق كل الجوائز اللي حصل عليها بالفعل، يستحقها إمام عاشور. قدم موسم ولا أروع، قدم موسم من أجمل مواسم إمام عاشور مع النادي الأهلي. وحابب أطمنكم إن شاء الله إمام عاشور مستمر مع النادي الاهلي ل 2030 في محاولات جاده لتمديد عقد امام عاشور، وفي استجابه من اللاعب، ومفيش طلبات اللي بتسمعوها الارقام الفلكيه اللي بتسمعوها من الخزعبليين بتوع نادي الزمالك دول، سيبك منهم، ده هو بيطص اي رقم زي الكابتن خالد الغندور كده. الناس كلها قالت كولر خد 3 شهور، هو الوحيد اللي عرف ان كولر خد 7 شهور. بسم الله ما شاء الله. مرات كولر الثانيه، يعني لو مرات كولر ما تعرفش كولر خد ايه، الكابتن خالد عرف منين الله اعلم، مصادره ايه. لو في جيب كولر مش هيعرف، يعني لو المصدر بتاعه في جيب كولر مش هيعرف، انما الكابتن خالد قصير فيقدر يخش في اي حته، والمعنى واضح ومفهوم، يخش في اي حته دي يعني يخش فيها. فده عادي طبيعي جدا ان الكابتن خالد يكون عارف المعلومات الغريبه اللي بتصدرش الا من الكابتن خالد الغندور. نيجي لاخر خبر معانا النهارده، وهو وسام ابو علي والازمه الكبيره اللي بتواجه نادي المنتقل اليه اللي هو كولومبوس كرو الامريكي، اللي انتقل اليه وسام، وعدم القدره على تسجيل وسام بسبب راتب اللاعب الخيالي. القانون هناك، القانون الامريكي لكره القدم او القانون المنظم لكره القدم بيسمح ان هو يسجل الفيرست 3 اباب، يعني في 3 لعيبه كده بيكون رواتبهم عاليه، هو بيسمح بس ب3، ففي 3 اوريدي بياخدوا مبالغ كبيره جدا او رواتب كبيره في كولومبوس كرو. لازم على الاقل واحد يطلع علشان يتسجل وسام، او لو ما حدش طلع وسام مش هيتسجل مع كولومبوس كرو، والاقرب اعاره لترابزون سبور او انطاليا سبور، واحد من الاثنين. فانا مش عارف يعني هل ما كانش في ترتيب او نادي كولومبوس كرو ما كانش يعرف المعلومه دي، الله اعلم. يعني عبث ما بعده عبث، ازاي اجيب لاعب
وانا عارف ان انتقالات الجسر عندي اللي هي البريدج كونتراكت او اللي بيسموها انتقالات الجسر هناك في امريكا، ازاي ما اعرفش، الله اعلم. سلام عليكم.